بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنقول لكم على قائمة النادي الأهلي لمباراة الإسماعيلي غدا في الدوري بإذن الله. المباراة شهدت عودة وسام أبو علي وأشرف داري إلى قائمة المباراة بعد مدة طويلة بعد تعافيهم من الإصابة. شهدت القائمة حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء. خط الدفاع خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وأشرف داري ومحمد هاني وكريم الدبيس. خط الوسط مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وكريم ندفد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد عبد الله. خط الهجوم وسام أبو علي وجرادي شار. طبعا المباراة شهدت استبعاد مصطفى العش نتيجة الطرد في المباراة اللي فاتت، وهيتوقف إن شاء الله المباراة، وبإذن الله دي تكون مباراة استعداد جيد لمباراة نادي الزمالك. المباراة بإذن الله أتوقع بتشكيل النادي الأهلي محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، وإما خالد عبد الفتاح يا إما أشرف داري وكريم الدبيس. خط الوسط مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة. خط الهجوم امام عاشور وحسين الشحات وجرادي شار. طبعا مش متوقع ان يحط وسام ابو علي في الاول، لان طبعا لسه راجع من اصابه طويله وهو كان عنده شد، فهو يجهز في خلال اخر نص ساعه بس باذن الله، ويبقى ان شاء الله تبقى مباراه قويه باذن الله. المباراه باذن الله ديت استعداد جيد لمباراه الزمالك. مباراه مش تقيله قوي، مستوى الاسماعيلي مش قد كده، فسهل جدا الاهلي يكسبها ويجرب فيها الافكار اللي هو عايزها باذن الله. المباراه هتكون الساعه 7 وبنقول على اون تايم سبورت، وباذن الله ان شاء الله تكون مباراه قويه ومباراه جميله باذن الله. نرجو ان كولر بقى عنده الاوراق كتيره دلوقتي، يستفيد يجرب عمر الساعي ويجرب احمد رضا ويدي احمد نبيل كوكا ويجرب الناس دي كلها ويجرب وسام ابو علي، عنده فرصه. وطبعا المباراه شهدت استبعاد اشرف بن شرقي، لسه ما خفش، وعلي معلول طبعا، وطبعا كريم فؤاد، الناس اللي مستمره بقى لها فتره، وياسر ابراهيم. باذن الله تكون مباراه جميله والاهلي يتفوق فيها ويقرب. الوقت ما فيش فرصه انك تفقد اي نقطه، وبالتالي لازم تلعب الشغل الصح بتاعك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.